خدمه خدمه خدمه. حنا ولدنا الولاد، حنا ما ولدناهمش، حنا ولدناهم حطيناهم في لاكريش، ولاد 3 شهور 4 شهور ومشينا كنخدموا عليهم. حين في الحنان ماشي هو نزولتي ونبوسو ونعنقو كنموت عليك حبيبي الله يخليك ليا، لا هذاك وليدك الله يحبيبو راه خصو يقرا، خصو الماكله، خصو الطبيب، خصو يعيش مزيان، خصو حتى هو يسافر، خصو يشوف الدنيا، ماشي ولكن ولدي راه مقموع. حيت واخا يجيب لك اللي جاب عمره ما يجيب لك السعاده اللي كتجيبيها نتيا لراسك ملي كتخدمي على راسك. ملي كتخدمي وكيوليو يدخلوك الفلوس وكتشوفي الفلوس وتجي تشوفي الاحساس، هذاك الاحساس ما يجيبوش لك الراجل واخا يكون ما عرفتش شنو كيجيب لك، حيت السعاده بعض المرات راه في هذاك التعب. هاد السيده كتقول انا كنحب ولادي، ولكن ملي كيوصلوا 3 شهور ل 4 شهور كنلوحهم في الحضانه باش نرجع لخدمتي، وكننصح النساء كاملات انهم يديروا بحالي. انا ملي كنسمع هاد الجمله شنو كنسمع انا كنحب ولادي ولكن انا كنكره ولادي. وفي هذا الفيديو هذا غنبين لكم علاش، غنبين لكم المصائب اللي جاوا في هذا التحريض وهذا الكلام اللي كتقولوا هذه السيده. بزاف ديال الناس كيعانيوا من واحد عقده الغني الجديد. هو الانسان اللي عاش الفقر المدقع وشويه بدا كيكتشف الحياه وبدا كيعيش شويه، عطاه ربي شويه ديال الفلوس، وهذا الشيء خلاه يولي حاقد على الفقر وحاقد على حياه الفقراء، وكتربى فيه ديك اللهفه باغي يعوض بسرعه. السفر، المدارس الخاصه، التعليم، اللباس، نبين للناس باللي ماشي فقيره، نبين للناس باللي ماشي فقير، خص الناس يشوفوا النعمه عليا، خصهم يشوفوني فين وصلت، خصهم يشوفوني انني نجحت ووصلت. هذه عقده الغني الجديد، عقده الفقير القديم، عقده الجوع واللهفه. تيكون الانسان عاش واحد الطفوله صعيبه، ملي كيغني الله وكيشوف الولاد ديالو كيقول ولادي ما خصهمش يعيشوا الصعوبات، خصني نوفر لهم الحياه الراحه، داكشي اللي ما عشتوش انا. نقدروا نفهموا هذه الفكره هذه ونقولوا مبدئيا ماشي مشكل، ولكن ماشي على حسابهم، ماشي بتدميرهم. شوف سبحان الله، النيه ديال الانسان باغي لهم الخير ولكن في الحقيقه راه كيدمرهم. الفقر ماشي عيب، والاولاد كيتاقلموا مع الظروف المعيشيه ديال الاباء ديالهم وكيعيشوا على اساسها، وماشي واجب على الاباء انهم يوفروا للابناء ديالهم الكماليات. راه ماشي واجب على الاباء، دخلوها لدماغكم. الواجب على الاباء هو انهم يوفروا للابناء ديالهم الحب والحنان، ويوفروا للابناء ديالهم لقمه حلالا طيبه. ما معنى انك توفر لواحد الابن مجموعه من الكماليات ولكن هذا الابن هذا يطلع عاق لوالديه. وبزاف من ولاد الفشوش كنشوفوهم كيعيشوا العقوق ديال الوالدين بالرغم من ان الوالدين وفروا لهم كل شيء. بزاف من ولاد الفشوش كيتبلاو بالكارو، بالحشيش، بالكوكايين، كيتبلاو بالشراب. طبعا الاباء موفرين لهم الفلوس، كيشري لهم موطور، كيمشي يدير كسيده بالموطور كيرجع معاق. الاباء موفرين ليه الفلوس، كيمشي يسهر في الديسكوتيك مع البنات. طبعا البنت اللي موفرين لها الفلوس كتشري المكياج وتشري اللباس ديال الفاسقات. فانهم يكونوا عندك الفلوس باش انك تعيش ولادك معيشه طيبه، راه ما كيعنيش دائما انك تدير فيهم الخير، راك كديرهم فيهم الشر وكترميهم في الاخير لجهنم. انا ما كنقولش الاباء ما خصهمش يكونوا اغنياء، ولكن كنقول بانهم خصهم يكونوا ضوابط ديال الحلال والحرام والدين والعقل في التربيه. وطبعا الام اللي مشغوله باش انها غير تجيب لولادها الفلوس وتعطيهم الفلوس، والاب كذلك غير تجيب الفلوس وتعطيهم الفلوس، راه كيقصروا في التربيه. خاصه ان هذا العمل هذا ديال هذه المراه هذه ما تيكونش حلال. ملي كتخرج هذه المراه هذه متبرجه وكتختلط بالرجال في العمل ديالها، راه العمل ديالها كيولي حرام، وبالتالي الفلوس ديالها كيوليو حرام. هادشي اللي ما كيدخلش للنساء في عقلهم. جميع العلماء في الدين ملي كيقولوا عمل المراه كيقولوا نعم عمل المراه بضوابط شرعيه، بما يعني الا كانت الضوابط الشرعيه راه حلال، الا ما كانش الضوابط الشرعيه راه حرام. اول ضابط من هذه الضوابط الشرعيه هو ما خصش المراه تخرج متبرجه من دارها. اذا خرجتي متبرجه يعني ما موفرينش الضوابط الشرعيه، والا ما موفرينش الضوابط الشرعيه فهذا العمل حرام، وبالتالي فلوسك حرام. مما يعني ان الاولاد كياكلوا الحرام. كيفاش بغيتي الاولاد انهم يكونوا صالحين وملتزمين بدينهم وهما تياكلوا الحرام؟ ملي كتقولي للنساء كاملينكم خصكم تخرجوا باش تحققوا ذاتكم، باش انكم تجيبوا الفلوس، لانه واخا يجيب لك الراجل الفلوس ما غتحسيش بداك الاحساس. هذا تحريض للنساء على العمل مهما كان هذا العمل، لان هذه السيده هذه ما كتكلمش على الضوابط الشرعيه لانها هي براسها بطبيعه الحال راه ما موفراش الضوابط الشرعيه. فبالتالي هذا التحريض هذا تيولي تحريض على الحرام. افعلوا الحرام. ما كنهضروش على الدين، ما كنهضروش على الضوابط الشرعيه، ما كنهضروش على الله وكأن الله ما كاينش، وكأن ديك الخدمه ديالك هي اللي كترزقك، ولكن في الحقيقه راه الله اللي كيرزقك. راه الله الا بغى يحيد لك دوك الفلوس يحيدهم لك في رمشه عين. مرض صغير يجي لولدك
تخلص عليه الملايين ديال العمليات وتولي عايش الفقر والحزن وما كاينه لا سعاده لا تحمص. هذا الشيء علاش خص الاب يحرص على ان الرزق ديالو يكون حلال. هذيك اللقمه ديال الحلال اللي كتعطيها لولدك افضل من هذيك السفريه اللي غتديه في الصيف لباريس ولا ديه لروما ولا ديه للبرازيل فين ما ديتيه. راه خصك توكلوا حلال اولا. قلتي بان السعاده ديال المراه هي في التعب وفي الفلوس طبعا كتذكري الفلوس. السؤال واش هاد الفلوس هادو كيعوضوا واحد الحضن ديال واحد الابن عنده 3 شهور 4 شهور؟ علاش؟ باش من يكبر نصفرو في الصيف. واش هو الان محتاج؟ واش هو اصلا ضامن انه يعيش حتى انه يكبر ويولي كيسافر في الصيف؟ الطفل في هذاك السن 3 شهور 4 شهور محتاج الحنان والحضن ديال امه فقط. كون هذاك الطفل قدر انه يتكلم ويهضر وهو عنده 3 شهور غيقولك انا ما تيهمنيش الصيف ديال 2030، راه كيهمني دابا امي تكون معايا وترضعني وتلعب معايا. هادشي اللي كيهمو مسكين. كاينه واحد القاعده اخلاقيه خصنا ندخلوها لدماغنا. الحاجات الضروريه العاجله واللي منها الحضانه ديال الوالد والرضاعه ديالو والحنان ليه وداك الشيء وعدم رميه في الحضانات، يعني الضروريات العاجله دائما مقدمه على الكماليات المؤجله. هذوك البراندات ديال اللباس والسفريات وان دوك المدارس الخاصه هذوك كماليات مؤجله لواحد الضروره عاجله اللي هي هاد الحاجيات ديال الطفل في هذا السن هذا. علم النفس كيأكد هذا الشيء وكيقول بان اول سنه في حياه الطفل الرضيع هو حجر الاساس في الدماغ ديالو في التكوين ديالو. الابحاث العلميه كتاكد بان الانفصال ديال الرضيع مع الام ديالو في السنه الاولى كيرفع من مؤشرات التوتر عند هذا الطفل الرضيع بحال الكورتيزول. اما ملي كيلقى الطفل الحضن ديال امه والحنان ديال امه والرضاعه، العقل ديالو كيفرز هرمونات اخرى واللي هي الاوكسيتوزن، هرمون السعاده بالنسبه للطفل. هذا الهرمون مهم بزاف بالنسبه للهدوء ديال الطفل، وكذلك بالنسبه للام ملي كترضع راه حتى هي براسها كتحس بهذا الهرمون ديال السعاده، في حين انه الا مشات للخدمه كتحس غير بالستريس وكتحس غير بالمشاكل والصداعات. فبالتالي العلم حتى هو تيقول لك بقاي مع ولدك وحضني عليه ورضعيه، خاصه في الشهور الاولى، ماشي سيري تخدمي. وسبحان الله الشرع كيقول لنا الله سبحانه وتعالى في الدين راه الرضاعه حولين كاملين، ومنظمه الصحه العالميه كتوصي ان المراه ترضع على الاقل 6 شهور. كيفاش نبدلوا هذه الحقائق العلميه والدينيه ونقولوا لا نرميو ولادنا في الحضانه باش نوفروا لهم مستقبل افضل، خاصه بالنسبه للمراه. كنهضر للمراه، اما الراجل راه هذاك هو الدور ديالو. تقول بان الحنان ماشي هو تجلسي وديري الطبطبه والطبطبي على وليداتك وتحني فيهم. الحنان هو انك توفري الفلوس، وهاد الفلوس غيخليوك تمشي لاحسن مصحه وغتمشي لاحسن مدرسه. المال راه مكمل للحنان، راه المال لا يعوض الحنان. حتى علم النفس العائلي كيهضر على التوفر العاطفي emotional availability. هذيك الحضانه اللي كترمي فيها ولدك كتقطع واحد الخيوط بينك وبين ولدك، كتقطع واحد الروابط بينك وبين ولدك. سبحان الله في الشرع تعلمنا من لا يرحم لا يرحم. ما يمكنش تكون شي مرأة رحيمة بولدها وهو عنده 3 شهور 4 شهور ترميه في حضانه لواحد المرأة اخرى وما ضامناش اصلا كيفاش غتعاملوا في هذيك الحضانه، وتهرب من المسؤوليه ديالها تجاه هذا الطفل هذا وهي كتلهت من مورا الدنيا ومن مورا الفلوس، وكتلهت واخا ما محتاجاش، واخا راه الراجل موفر واحد المستوى معيشي على الاقل انهم عايشين مزيانين، ما غاديش يمشيو يطلبوا ويسعوا الا ما خدماتش، فهي كاين متوفر واحد المستوى مقبول، ولكن هي بغات تخدم كتلهت والريوق ديالها كيسيلو من اجل الفلوس. شكون هذا العاقل اللي غيقنعني بان هذه رحمه بهذا الابن هذا اللي عنده 3 شهور ل 4 شهور؟ شكون هذه السيده هذه؟ كترفع كذلك شعار ديال ما تعتمدوش على الراجل اش ما جاب لك ما غادي يوصلكش لهذيك السعاده ولا داك الشيء اللي انت كتمناه. وهذا خطاب خطير جدا. هذا الخطاب هذا كيزيد في الخوف بالنسبه للنساء وكيزيد في التوتر والقلق بالنسبه للنساء، ماشي كيزيد لهم في الطمانينه والراحه النفسيه، لان هذا الخطاب كيضغط عليهم. خصك تخدمي، خصك تعبي، خصك تكرفصي. هذا الخطاب هذا من المفروض انه يكون للراجل، خصك تخدم، خصك تتعب، خصك تكرفص. ولكن النسويات كيعاملوا النساء بحال كما كيعاملوا الرجال، في حين ان في الدين معامله المراه ماشي هي معامله الرجل. الرجل سير تكرفص، سير تخدم، تعب، خدم 10 الخدامي الا قدرتي، المهم جيب الفلوس وتهلا في ولادك وتهلا في مراتك. النساء لا، النساء كيقولك اش ما جاب لك
اش ما جاب لك لا خصك انت تخدمي وتكرفسي وترمي ولادك طبعا. زيدون كيفاش زعما خصو يسافر ويشوف العالم وما يحسش بالنقص قدام قرانو؟ كيفاش زعما؟ النقص الحقيقي هو النقص ديالك انت اللي ناقصه في حياته. راه الطفل راه ما كيحسش بالنقص ديال انه ما مشاش لباريس ولا ما مشاش لاوروبا ولا ما مشاش. الابن كيحس بالنقص انه ناقصه الام ديالو من حياته. الابن كيتاقلم مع المستوى المعيشي ديال الاباء ديالو وكيعيش على قدو، وإلا بغى يحقق شي حاجه هو من يكبر ينوض يحققها بدراعو. اهم حاجه خصها تكون عندي انا كمسلم، لان كنخاطب المسلمين كنظن انكم كتتفقوا معايا، انني منين نموت ونكون في القبر ديالي نخلي ولد صالح يدعو له. راه واخا يدعي ليك راه خصو يكون صالح. يعني الا خليت واحد البنت متبرجه وربيتها على التبرج وربيتها انها تعيش فاسقه، وخليت واحد الولد فاسق ربيته انه يدير داكشي اللي بغاو يتصاحب حتى هو مع البنات ويفسدوا داكشي، راه ماشي. واخا يدعي ليا راه هو ماشي صالح. ولد خصو يكون صالح، هذا شرط عاد باش يدعي ليك. عندي واحد السؤال بالنسبه لهاد النساء اللي كيروجوا لهذا الخطاب هذا. الا كان الحنان كما كتقولي ماشي هو ديك الطبطابه اللي كتطبطبي على ولدك وتحني فيه، يعني الحنان ماشي هو الطبطابه كما كتقولي ياك، اذا قولي لي علاش ملي كيمرض ولدك كتحني فيه وكتمشي تطبطبي عليه وكتخلي خدمتك؟ ياك الحنان ماشي هو تطبطبي على ولدك، ورجعي لخدمتك وخليه هو مريض، ما تحنيش فيه، ما تطبطبيش عليه، سيري تخدمي. ياك الحنان ماشي هو الطبطابه، ياك الحنان هو تمشي تخدمي وتكرفسي، وسيري تكرفسي علاش مشيتي عنده وهو مريض. سؤال اخر، الا كانت هذيك الاستقلاليه هي السعاده، انك تكوني عندك فلوسك وكتحققي ذاتك، هذيك هي المعنى الحقيقي والوحيد لسعاده المراه، اذا قولي لي علاش النساء حاققين ذاتهم وخدامات وعندهم الفلوس وفي مناصب وكيتمناو انهم غير يتزوجوا، وكيقولوا انا ما كرهتش نتزوج ونجلس في الدار، عييت بالخدمه، عييت بالتعب، بغيت واحد الراجل يقد بدارو، وانا بغيت غير نجلس ونولد وليداتي ونربي وليداتي. علاش الملايين من النساء كيقولوا بحال هكا؟ ياك قلتي بانه الاستقلاليه والخدمه والفلوس هما السعاده، علاش ما حققتش السعاده الملايين ديال النساء؟ جاوبينا. سؤال اخر، الا كنتي كتظني ومامنه بان الراجل ماشي خصك تعتمدي عليه باش انك يوفر لك كل شيء، وخصك انت توفري داكشي اللي بغيتي انت لنفسك باش تحسي بديك السعاده، الا كان فعلا ما خصناش نعتمدوا على الراجل، ياك انت كتقولي باللي ما خصناش نعتمدوا على الراجل وخص كل امراه تعتمد على راسها وتنوض تعب وتخدم وتدبر، ياك قلتي ما خصناش نعتمدوا على الراجل. اذا علاش فاش كتجيو تزوجوا بالراجل كتبداو تسولوه واش قادر انه يوفر لك انت ويوفر لدارو ويوفر ماشي شغلك فيه، هو يوفر غير لراسو وانت وفري لراسك، انت ما بغيتيش تعتمدي على الراجل. قولي لنا ياك، جاوبينا ياك، بقاي منطقيه مع راسك. كتقولي بان ما خصنيش نعتمد على الراجل، اذا بقاي متناسقه مع الافكار ديالك، ومن يجي يتزوج بك شي واحد قولوا له واش انت قاد براسك، حيت انا راني قاده براسي كمراه، قاده براسي، انت قد براسك وانا غنقد براسي. ما تسوليش واش هو قاد عليك انت وقاد على دارو وداك الشيء، هذا هو النموذج اللي كتروجي ليه. اذا بقاي متناسقه مع الافكار ديالك. النسويات وخاصه النسويات المسلمات ولا المتأسلمات عندهم خلل، ما عارفينش شنو بغاو الكماليات، بغاو راجل مزيان عنده الفلوس ويتهلا فيهم، بغاو فلوسهم يبقاو ليهم، بغاو الدراري ويولدوا الاولاد، ولكن هذوك الاولاد واخا بغيناهم لا غادي نرميوهم ونمشيو نخدموا، مساكن عايشين واحد الدوامه ماشي حقيقيه. في حين ان المسلم اللي عارف الدين ديالو وملتزم بالشريعه ديالو عارف شنو الاولويات ديالو وعايش على اساسها ومرتاح في الضمير ديالو، يعني ما كيحسش بداك الضغط المجتمعي والضغط ديال الاولاد ان خصني نوفر لهم وداك الشيء، على قدي داكشي اللي قدرت عليه اللهم يسير ربي تيدير البركه، وغادي نوفر لوليداتي الرضاعه الطبيعيه والحنان الطبيعي والام متواجده في الدار وما نتزوجش، انا اصلا موظفه باش ان نخرج انا اصلا من هذا الصداع هذا. هذا هو المسلم الحقيقي اللي باغي فعلا ان ولد صالح يدعو له، اللي مهتم. خلاصه هو ان المال راه ماشي هو الام. ملي كتكوني كتفكري بحال هكا راه بحال اللي كتقولي راه الفلوس هما الامومه. حاجه اخرى، راه الحضانه راه ماشي هي الحضن، عمر الحضانه ما تعوض الحضن ديال الام، خاصه للرضيع اللي باقي صغير. الفقر ماشي عيب، انك تعيش في واحد المستوى معيشي ضعيف واحد شويه ماشي عيب، انك ما توفرش الكماليات ماشي عيب. اللي عيب هو هاد العقده ديال الاغنياء الجدد، الفقراء القدامى، هذه هي العقده اللي كتشتت
الاطفال وكتدمر الاطفال وكتخليهم مساكن عايشين في حيره وعايشين بعيد على الدين وعلى الله. الله يهدي بناتنا والله يهدي نسائنا يفهموا شنو هما الاولويات وشنو علاش غيتحاسبوا غدا يوم القيامه. ربي راه ما غيحاسبكش شحال ديال الفلوس وفرتي لولادك، ولا غيحاسبك غادي يقول لك اش من سفريه صفرتي ولادك. ربي راه غيحاسبك على دوك الولاد، واش رضعتيهم، واش حنيتي فيهم، واش عطيتيهم الحنان، واش ما خرجولكش فاسدين وخرجوا صالحين، واش بنتك متبرجه دايره الضفار وكتخرج بميني جيب. راه هادشي علاش غيحاسبك الله سبحانه وتعالى. نسال الله السلامه والعافيه. احبكم في الله والسلام عليكم.